في هذه الفرحة المغربية من كل مكان. هناك في المغرب وفي الدوحة فرحة مغربية في إنجاز كبير، في حدث كبير، في استضافة مميزة نعيشها في المغرب وصولا إلى المربع الذهبي. حياكم الله في المساء الرياضي. نرحب في ضيوف هذا المساء فتح المولدي، مسعود علال، صابر غراوي وبدر الدين الإدريسي. أهلا وسهلا، مبروك، حياك الله وعريس الليلة. مساء الخير زميلي بشاري، مساء الخير لأصدقائي وأحبائي، مساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات الكرام. هي ساعة فرح، سعادة. هو مساء بهيج من المحيط إلى الخليج، هو مساء شاعري من العرب إلى المغرب، هو مساء الصعود للأسود على حساب الأسود. اليوم كان يوم كبير جدا في تاريخ كرة القدم الوطنية. ليس القصد أن المنتخب المغربي عبر إلى الدور نصف النهائي وأكد استحقاقه لكل المراهنات عليه كفريق ممكن أن ينافس على اللقب، ولكن لأن المغرب قطع مع عقدة طويلة المدى. انتظر المغاربة كثيرا لكي يطأروا من المنتخب الكاميروني الذي هزمنا في مناسبتين خلال نهاية كأس افريقيا الأمم، وأيضا تعادل معنا مرة. اليوم بأجمل طريقة ممكنة استحضر المغاربة روحهم الحقيقية، واستحضر أسود الأطلس أيضا أسلوبهم الجميل، ليؤكدوا لكل من ربما انتابه شك خلال المباريات الأربعة الأولى على أنه قادم إلى هذه البطولة ليرفع لقبها وتاجها ويضع النجمة الثانية على صدره. إذن المغرب كسرت وفكت العقدة بأجمل سيناريو ووصلت إلى المربع الذهبي في البطولة الأكبر في القارة السوداء هناك في المغرب، كاف توتال انرجيز 2025. دعونا نتابع معكم هذا الإعجاز والإنجاز للمنتخب المغربي. إذن إنجاز كبير ويستحقون المغرب، جعلونا فخورين سعيدين كعرب في وصول أول منتخبات العربية، وإن شاء الله يستمر هذا الإنجاز العربي لمنتخب الجزائر وكذلك منتخب مصر. فتحي، تعليقك لوصول منتخب المغرب؟ كانوا رجال، معرفش منين باش نبدا، ولكن الكلمة الكبيرة اللي العنوان الكبير اللي نجم نقولوا الأشقاء المغاربة اليوم كانوا رجال، كانوا رجال بكل ما في المعنى من كلمة. قلت إنجاز وإعجاز مشاري. إنجاز وأنه كسر عقدة، والإعجاز الطريقة. الفريق المغربي اليوم حاجة من صدقناهاش الحقيقة، نتفرج وكأنه القوة متاع الفريق الكاميروني البدنية قناها عند الفريق المغربي. الفريق المغربي اليوم الضغط رهيب في الشوط الأول. جرينتا القليب، لا أكثر من القليب، إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، إمكانيات بدنية فاجأتني. صحيح أنه المغرب لحد الآن انتظرنا المقابلة المرجعية، جات المقابلة المرجعية في موعد حاسم. اليوم صعيب ياسر باش تجبد اسم من وسط المجموعة، تظلم لو تجبد اسم وحيد من وسط المجموعة، لكني باش نجبد اسم اللي ما تنتظروش، ما لعبش المقابلة ولكنه كان لاعب رقم واحد. والجمهور جمهور غير عادي، الجمهور المغربي، الجمهور المغربي جمهور غير عادي. خلينا نعيش الفرحة، نعيش. هذا الإنجاز سبب هذه الفرحة بالطبع. فمش حاجة في الدنيا، في الحياة، فمش حاجة في الحياة تعمل الفرحة هذه. رينا الأرجنتين شعب كامل خرج للشارع، فما فرحة توحد شعب، وربما إذا كان فما قلوب صافية توحد العرب الكل. لو كانت القلوب صافية، ونتمناو أن القلوب صافية توحد العرب الكل، فماش فرحة، فما حتى فرحة تضاهي ما نشاهده، ما شاهدناه في الملعب، ما شاهدناه في باريس، ما شاهدناه في الدوحة، ما شاهدناه في كل أنحاء المغرب فعلا، ولا أكثر من هكا. فما فخر. أنا وقت اللي نتحدث على المغرب وشاهدنا المقابلة مع بعض، فما فخر كبير ما شاء الله. المغرب عملت مقابلة مونديالية اليوم، مقابلة مونديالية مستوى عالي جدا. تحب تفهم المقابلة؟ قل لي قداش من تصدي عملوا بونو اليوم؟ ولا تصدي. كرة مدافعين ما شاء الله،
خلي حتى كرة تمر. اذا الفريق المغربي الحقيقه اليوم كان فريق مغربي صنديد في مقابله من حديد. وخليني انهي بكلمه فقط ونعطي الكلمه للزملاء. ابراهيم دياز 5 مقابلات 5 اهداف. احنا في تونس ما نعرفش نقولوا 5 وخميس 5 وخميس على ابراهيم دياز بالخمسه في الخمسه. 5 وخميس على ابراهيم دياز. وبعد 5 مواجهات وصلت المغرب بهذا الانجاز، بهذا التاثير، بهذا الانتصار المميز المستحق بهدفين ولا اروع يا مسعود. أول شيء ألف مبروك لزميلنا بدر، ألف مبروك للمنتخب المغربي والجماهير المغربية. شفنا مباراة سارت تقريبا في اتجاه واحد، سيطرة تقريبا بالكامل للمغرب، لدرجة أمام المد الهجومي للمنتخب المغربي واستبساله في الدفاع خيل لي وكأن المنتخب الكاميروني لم يأتي إطلاقا. ما كانش رد فعل بعد الهدف الأول الثاني، بعكس المنتخب المغربي اللي كان أداؤه ثابت. أنا ربما قلتها للزميل في الكواليس، كانت أفضل مباراة للمنتخب المغربي من بداية البطولة، من ناحية الأداء، من ناحية رد الفعل، من ناحية الاستماتة، من ناحية الشراسة، من ناحية كل شيء. فمبروك للمنتخب المغربي مرة ثانية وحظ موفق إن شاء الله. وعاطفيا انت يعني لكن المنطق فرض نفسه. نقول حسن الحظ، ما نقولش لي سوء الحظ، حسن الحظ المنطق. والله انا حزين لزميلي مسعود لانني اجلت الثأر ديالو من المنتخب الكاميروني لوقت اخر. مازال الايام دوار ان شاء الله. ايوه على الحديث والشيء يذكر ما زال ان شاء الله. وديما مغرب نتمنى وهو يرد عليك 1 2 3 فيفا الجيري وصابر اليوم. تعليقك خصوصا امام منتخب كوت ديفوار، لكن جاي وقت الحديث عن المباراه. خلينا في الفرحه والمغرب ومن وصل وليس لمن انتظر. وضعنا قدما عربيه في الدور نصف النهائي، وهذا هو الشيء الاجمل النهارده. حقيقه انا مش عارف من اين ابدا. كل تفصيله النهارده في المباراه كانت اكثر من رائعه، كل تفصيله جميله. تحتار تتكلم عن ايه ولا عن ايه ولا عن ايه مما قدمه المنتخب المغربي. كانت الترشيحات قبل انطلاقه البطوله كانت تضع المنتخب المغربي في صداره المرشحين بلا منافس للقب. حامت بعض الشكوك حول المنتخب المغربي عطفا على المستويات اللي حدثت في المباريات الافتتاحيه. النهارده عاد المنتخب المغربي في صداره الترشيحات مره اخرى وبشكل اقوى مما كانت عليه قبل انطلاقه البطوله، عطفا على ما قدمه من اداء. انا في رايي الشخصي اداء اسطوري. تخيل الارقام. فتحي بيقول لك انه ياسين بونو كام كوره وصلته، في ارقام كتيره جدا. انت اول ركنيه للمنتخب الكاميروني كانت بعد الدقيقه 70. في المقابل كان اول 5 ركنيات في اول ربع ساعه للمنتخب المغربي. تفاصيل كتيره بتصب في مصلحه المنتخب المغربي. قبل انطلاقه المباراه كان الكل بيقول المنتخب الكاميروني هينجح انه يجر المنتخب المغربي في المباراه بدنيه، ولا المنتخب المغربي هو اللي هينجح يجر الكاميروني في مباراه فنيه. المنتخب المغربي جر الكاميروني الفرحه في كل مكان في المباراتين، حتى في الرباط تفوق. خلينا حتى في الرباط. لا بس وعن نشاهد هذه الفرحه يجب ان نستمع لها. إذا الفرحة في كل مكان يعني اسمح لنا ان قاطعناك، لكن الفرحة مستحقة يعني. الفرحة النهارده مسموح لك كل شيء، وبكره كمان هيبقى مسموح لك اكثر ان شاء الله. ان شاء الله عايز اقول في كل الانجازات العربية ان شاء الله. عايز اقول انه كمية الثنائيات والالتحامات النهارده اللي حسمها المنتخب المغربي لصالحه بلغه الكوره كده زي ما بنقول ركبتهم الماتش. انا اعتقد انه المنتخب الكاميروني نفسه اللعيبه دهشت في ارض الملعب على المستوى البدني الرائع اللي قدمه المنتخب المغربي. كنا متخوفين على المنتخب المغربي بدنيا من قوه المنتخب الكاميروني، لقينا الموضوع مغاير تماما ومعاكس تماما. المنتخب الكاميروني خرج بدنيا من المباراه في اول يمكن بعد شوف بدر بعد بيسجل شوف بدر قاعد يسجل في اول. خلي بالك هو ما غناش اليوم، احنا محتاجين. ما غناش اليوم، احنا ديت كده تحسب عليه. يمكن قاعد يكتب الكلمات. لا على